مصارع قديم بيحلم انه يخلف ولد عشان يكمل مسيرته، لكن خلفته كلها بتكون بنات، فبيتفاجئ ان بنات ولد من القرية بيضايقهم فبيدوله علقة موت وبيروح يعيط لمامته. يا ترى باباهم هيعمل معاهم ايه؟ وخلفة البنات هتعوضه عن خلفة الولاد ولا لا؟ ده اللي هتعرفه لما تتفرج معانا على فيلم هندي اتصنف على انه من احسن 100 فيلم في العالم. ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بيبدأ الفيلم بمهافير اللي كان عايش في قرية بلالي في الهند سنة 1988، ولما بيكون في الشغل بيتابع بطولة المصارعة في الألعاب الأولمبية، ولما اللاعب الهندي بيفشل في إنه يحقق ميدالية لبلده بيظهر على مهافير إنه متضايق جدا من النتيجة، فبيتريق عليه زميله في الشغل وبيقول له أنت عمال تعدل على المصارع الهندي عشان أنت مش جوه الحلبة، لكن لو كنت مكانه كنت هتتغلب من أول دقيقة. وهنا مهافير بيتحداه وبيلعبوا مع بعض ماتش مصارعة، وبيقدر مهافير إنه يغلب زميله بكل سهولة. وبنعرف إن مهافير كان بيحب المصارعة جدا وهو صغير، وكان مصارع قوي وخاض مباريات كتير وكسبها، لكن باباه خلاه يسيب المصارعة عشان يشتغل شغلانة تدخلهم فلوس. لكن حلم الفوز بميدالية ذهبية للهند في المصارعة فضل جواه، وعلشان كده كان بيتمنى ان مراته الحامل تخلف له ولد عشان يحقق حلمه. وفي يوم الولادة كان مهافير متوتر جدا، وكان معاه وقتها اخوه ابن أنكر، لكن لما مراته بتخلف اول مولود ليهم بيطلع المولود بنت، فبيتصدم وبيتضايق جدا. وبعدها بيفضل يلف هو ومراته على العرافين وبياخدوا منهم وصفات عشان يقدروا يخلفوا ولد، وبتحمل مراته تاني. وفي يوم الولادة بيكون هو وأهل القرية كلهم مستنيين قدام بيته عشان يعرفوا نوع المولود، ووقتها بتخلف مراته بنت للمرة التانية، وبتعدي بعدها السنين وبيخلف مهافير بنتين كمان، فبيبقى عنده 4 بنات وبينسى الحلم اللي كان عاوز يحققه. وفي يوم بيرجع مهافير من الشغل فبيلاقي ولدين من أهل القرية مضروبين ومعاهم أهلهم وبيشتكوا له إن ولادهم اتضربوا، فبيضرب ابن أخوه أنكر لأنه بيكون فاكر إن هو اللي ضربهم، لكنه بيتفاجئ بأهل الولدين وهم بيقولوا له إن بناته جيتا وبابيتا هم اللي ضربوهم، فبيعتذر للناس. وبعدها بيسأل بناته إزاي قدروا يضربوا ولدين أكبر منهم بالطريقة دي، فبيمسكوا أنكر ابن عمهم وبيشرحوا له إزاي ضربوا الولدين. وهنا بيفرح مهافير وبيصحى جواه حلمه القديم مرة تانية، لكنه لما بيحكي لمراته بترفض وبتقول له إنهم بنات والموضوع هيبقى صعب عليهم، لكنه بيصمم على موقفه وبيقول لها إنه هيدربهم لمدة سنة، ولو فشلوا هينسى الموضوع خالص. وبعدها بينادي على بناته وبيطلب منهم إنهم يصحوا بكرة الساعة 5 الفجر لأنه عاوزهم في حاجة مهمة. وبعدها بيشتري لهم الأكل اللي بيحبوه واللي بيكون أكل مملح جدا ومقلي في الزيت، وبيقول لهم إن دي آخر مرة هياكلوا الأكل ده، وبعد كده أكلهم كله هيكون صحي. وبيعرفهم إنهم هيكونوا مصارعين، وبيبتدي يدربهم تدريبات قاسية جدا زي تمارين الضغط والجري لمسافات طويلة، فبيروحوا لمامتهم وبيشتكوا لها وبيعرفوها إنهم مش قادرين يستحملوا تدريبات باباهم الصعبة، وبيطلبوا منها تحاول تخليه يتراجع عن قراره بإنهم يكونوا مصارعات بأي طريقة. لكن على عكس اللي هم متوقعينه بتقول لهم انسوا اللي ليكم لمدة سنة. وبعدها باباهم بيعمل لهم حلبة مصارعة في وسط الأرض الزراعية وبيجيب لهم أنكر وبيطلب منه يضربهم، فبيقدر يتغلب عليهم بسهولة، فبيشد باباهم عليهم أكتر في التدريبات. ولما البنات بيطلبوا من باباهم إنهم ما يتدربوش تاني لأنهم بيتعبوا في التدريب بيقول لهم إنهم بكرة هينسوا كل تعبهم لما يحققوا حلمهم، فبيعرفوا إن شعرهم ابتدى يضعف بسبب كتر التدريب وعدم اهتمامهم بيه. فبيتفاجئوا تاني يوم إنه جايب لهم الحلاق عشان يحلق لهم شعرهم، فبيترجوا إنه ما يعملش كده، لكنه بيصمم على موقفه وبيخلي الحلاق يحلق لهم شعرهم. ومن بعدها كل أهل القرية بقوا يتنمروا على البنات بسبب شكلهم، فالبنتين بيقرروا إنهم يحاربوا باباهم بطريقتهم، فبيشيلوا المنبه من جنبه علشان ما يقدرش يصحيهم بدري، وبيتصنعوا إنهم مصابين علشان ما يتدربوش، لكنه بيقدر يكشفهم وبيعرفهم إنه مش هيوقف تدريباتهم مهما عملوا. وتاني يوم بيروحوا يحضروا فرح صاحبتهم اللي بتتجوز وبيشتكوا لها من عمايل باباهم، فبتقول لهم انتوا في نعمة مش حاسين بيها، باباكم مهتم بيكم، لكن أنا بابايا كان مشغلني زي العبدة في البيت، وأول ما تميت 14 سنة جوزوني علشان يخلصوا مني، احمدوا ربنا إن باباكم مهتم بيكم. وتاني يوم بيتفاجئ مهافير لما بيصحى إن بناته صحيوا لوحدهم وبيتدربوا، وبعدها هم اللي بقوا بيتدربوا لوحدهم وقوتهم بدأت تزيد لدرجة إن جيتا بتقدر تغلب أنكر في التدريب. وفي نفس اليوم بالليل بيتعشوا كلهم مع بعض وبيعرفهم مهافير إنهم بكرة هيروحوا للمدينة عشان يشتركوا في مسابقة مصارعة. وتاني يوم الصبح بيروحوا يسجلوا في المسابقة لجيتا، فبيرفض الموظف إنه يسجل اسمها وبيقول له إزاي بنت هتصارع الولاد، وبيتريق عليه وبيقول له لما نعمل مسابقة طبخ هنبقى نسجل اسمها فيها. وهنا مهافير بيتخانق معاه وبيضربه وبعدها بيسيبه وبيمشي، لكن زميل الموظف بيعرفوا إن لو الناس عرفت إن في بنت هتصارع الولاد هيكون جمهور المصارعة كبير جدا، وبيفهموا إن وجود
جيتا ضمن أسماء المصارعين هيفيدهم مش هيضرهم. وهنا بيجري الموظف ورا مهافير وبيقول له إنه هيسجل اسم جيتا في المسابقة، وبعدها بيعملوا إعلانات في المدينة إن في بنت هتكون في حلبة المصارعة وهتصارع الولاد. وفي يوم المصارعة بيحضر عدد كبير من الناس عشان يتفرجوا على جيتا، وقبل المصارعة بيتريق الحكم عليها وبيقول لها اختاري تحبي تخسري على ايد مين من الولاد دول، فبتختار اقوى واحد فيهم. وبتبدأ المباراة وبتكون جيتا قوية جدا ومسيطرة على المباراة، لكن الولد بيقدر يكسب في اخر لحظة لان عنده خبرة في المصارعة وقوانينها اكتر منها. وبعد انتهاء المباراة بيفضل الجمهور كله يسقف لجيتا وبتاخد 50 روبية جايزة تشجيعية ليها. وبيتوقع باباها انها مش هترضى تدخل مباريات تاني، لكن في نفس اليوم بالليل بتسأله المباراة جاية امتى، فبياخدها باباها لمباراة تانية وبتقدر انها تغلب المنافس بتاعها. ومن اليوم ده بتبدأ جيتا تكسب كل مباراة بتدخلها وبتاخد كؤوس وجوائز كتير. وبعدها اختها بابيتا بتدخل هي كمان مباريات كتير وبتكسب فيها، وبيبتدي الناس يعرفوهم وبيبقوا مشهورين. وبتتكرم جيتا في مدرستها بسبب تفوقها الرياضي. ولما بيحاول مهافير بعدها انه ياخد اجازة شهرين من شغله عشان يتفرغ لتدريب جيتا للبطولة الوطنية للمصارعة، مديره بيرفض، فساعتها بيستقيل مهافير من شغله. ولما بيروح لاتحاد لعبة المصارعة وبيطلب منهم يدعموا بناته ويدوله فلوس عشان يقدر يوفر لهم بيها معدات رياضية للتدريب، المسؤول بيرفض وبيقول له ان مفيش ميزانية في الاتحاد لمصارعة السيدات. فبيحاول مهافير انه يدرب بناته بالامكانيات المتاحة عنده، بيخلي أنكر يشيل سجاد ويحطه لهم في مكان التدريب عشان يتمرنوا عليه. وبعدها بيعرفهم ان المصارعة المحترفة بيكون نظام الفوز فيها بالنقط، وبيشرح لهم على أنكر طريقة لعب المحترفين وازاي يقدروا يجمعوا نقط للفوز. وبيفهمهم ان اعلى سكور يقدروا يحققوه هو 5 نقط، وبيعرفهم انهم يقدروا يحققوا النقط ال5 مرة واحدة لو قدروا يقلبوا المنافس بتاعهم بشكل مقوس في حركة واحدة. وبيوريهم رسمة رسمها لشكل سجاد المصارع الحقيقي. وبيعرفهم ان المباراة هتكون عبارة عن 3 جولات وكل جولة مدتها دقيقتين. وبعدها بياخد جيتا وبيقدم لها في بطولة الهند للمصارعين المبتدئين، لكن المسؤول عن المصارعة بيعرف ان وزنها خفيف وده هيخلي فرصها في الفوز ضعيفة، وبيطلب منه يفكر تاني قبل ما يقدم لها. فبيعرف انه مصمم ان بنته تشارك في المنافسة، وفعلا بيسجل اسمها. وبتقدر جيتا بعدها انها تتغلب على كل البنات اللي بتتصارع معاهم وبتحقق المركز الاول، وده بيخليها تتأهل للبطولة العالمية للمبتدئين. وبتقدر جيتا انها تكسب كل المباريات وبتاخد المركز الاول والميدالية الذهبية. وبتعدي بعدها السنين وجيتا بتكبر وبتتحول من مبتدئة لمحترفة، وبتقدر انها تكسب البطولة الوطنية للمحترفين. ولما بترجع للقرية بيستقبلوها باحتفال كبير، وبياخد مهافير الميدالية الذهب بتاعتها وبيعلقها على الحيطة. ولما أنكر بيقول لهم ان حلم عمه اتحقق اخيرا، بيعرفوا مهافير ان حلمه لسه ما اتحققش وان لازم جيتا تجيب ميدالية ذهب للهند. وفي نفس اليوم بالليل بتعرفوا جيتا انها عشان تقدر تحقق ميدالية ذهب للهند لازم تروح لولاية باتيالا عشان تنضم للأكاديمية الدولية الوطنية وتتدرب على ايد مدرب دولي. وبالرغم من ان باباها بيتضايق من كلامها الا انه بياخدها تاني يوم وبيوديها للأكاديمية. وهناك بتقابل المدرب برامود اللي بيعرفها هي وزمايلها انهم ينسوا اي تدريب اتدربوه بره الأكاديمية لانهم هيتدربوا تدريب احترافي على ايديه. ولما بيدخل مهافير لقاعة التدريب بيعرف برامود بنفسه وبيقول له ان بابا جيتا والمدرب بتاعها. وفي نفس الوقت بتكون جيتا بتتمرن مع زمايلها، فبيتنرفز برامود عليها وبيقول لها مين المدرب المعتوه اللي كان بيدربك. وبعدها بيطرد مهافير. ولما بيخرج مهافير من الأكاديمية بيكون متضايق جدا. وبعد فترة من وجود جيتا في الأكاديمية بتقدر تكون صداقات مع بنات في الأكاديمية وكل سلوكياتها بتتغير، فبتسهر تتفرج على الأفلام وبتاكل أكل مش صحي. وعلاقتها بالبيت وباباها بتتغير. وطولت شهرها مرة تانية وبيفهمها المدرب إنها لازم تنسى أسلوب باباها خالص وتمشي على تعليماته هو وبس. ولما بترجع البيت بعدها بيلاحظ باباها إنها اتغيرت عن الأول، وبتعرفه إنها هتروح بطولة العالم في سيدني. وتاني يوم الصبح بتحاول تعلم أختها أسلوب مدربها الجديد. ولما باباها بيشوفها وهي بتمرن أختها بيشيلها وبيرميها على الأرض بسهولة، فبتدافع عن طريقة مدربها وبتقوله إن قدر يهزمها لأنها ما كانتش مستعدة. فبيقول لها استعدي وهنتصارع تاني. ولأن مهافير سنه كبير ولياقته أقل منها بتقدر إنها تتغلب عليه. وفي نفس اليوم بالليل أختها بتقول لها إن اللي عملته مع باباهم كان غلط، وبتفهمها إن أسلوب باباهم مش ضعيف لكنه كبر في السن عشان كده ما قدرش يتغلب عليها. فبتعرفها إن أسلوب باباها ضعيف ومش هيجيب لها ميدالية دولية. ومن اليوم ده بيحس مهافير إنه اتكسر وبيكون حزين جدا وهو بيدرب بابيتا. وبعدها بتروح جيتا بطولة العالم مع مدربها وزمايلها، وبابيتا بتروح لبطولة الهند مع باباها وبتكون متضايقة جدا من نظرة الحزن اللي في عينين باباها. لكن لما بتكسب البطولة الوطنية بيحس باباها بالسعادة. أما جيتا فبتخسر بطولة العالم بفرق
فرق نقط كبير جدا. ولما بيرجع مهافير البيت بيعلق ميدالية بابيتا الذهب جنب ميدالية أختها، وبعدها بيقول لها لما تروحي الأكاديمية ما تنسيش أسلوبي اللي علمتهولك زي ما أختك عملت. وتاني يوم بتروح بابيتا الأكاديمية، فبتستقبلها أختها وبتفرجها على المكان وبتعرفها على أصحابها. ولما بابيتا بتلاقي أختها مش مهتمة إنها خسرت المباراة بتقول لها أنت اتغيرتي، وبتفكرها لما خسرت أول مباراة ليها وفضلت طول الليل مش عارفة تنام، فبتفهمها إنها ما خسرتش غير مباراة واحدة وهتقدر تعوض خسارتها بسهولة، لكنها بتخسر بعدها في تصفيات كأس العالم للمصارعة في موسكو، وبتخسر مرة تانية في اسطنبول. ولما بترجع للأكاديمية بعدها بتكون حزينة جدا بسبب خسارتها اللي بقت تتكرر في كل مباراة بتدخلها. وساعتها بتطلب منها أختها إنها تتصل بباباهم، فبتسمع كلامها وبتتصل بيه وهي بتعيط وبتعتذر له عن اللي عملته معاه قبل كده، وبيكون فاضل على البطولة العالمية للمصارعة اللي هتكون في الهند 6 شهور، فبتقص شعرها وبتستعد للمنافسة. لكنها بتتفاجئ بالمدرب بيقول لها إنها مش هتقدر تلعب في وزن 55 كيلو لأنها خسرت فيه قبل كده، وبيفهمها إنها ممكن تلعب في وزن 51 كيلو، وبيطلب منها تخس 4 كيلو. فبتتصل بباباها وبتطلب مساعدته، فبيقول لها خليكي في وزن 55 كيلو أنا جايلك. وبيروح لها هو وأنكر وبيطلب من بناته الاتنين إنهم يجهزوا الساعة 5 الفجر، ومن اليوم ده بقوا يهربوا من الأكاديمية الساعة 5 الصبح ويروحوا يتدربوا مع باباهم، وبعدها يرجعوا للأكاديمية الساعة 7 الصبح. فبتشوفهم واحدة زميلتهم وبتبلغ المدرب، فبيبلغ عنهم الإدارة اللي كانت هترفدهم، لكن باباهم بيترجى المدير وساعتها بيوافق إنه يديهم فرصة تانية. وبعدها بيقول مهافير للمدرب إن هو السبب في خسارة بنته، لأن الأسلوب اللي هي اتعلمته مع باباها كان الهجوم لكن هو علمها الدافع. وبعدها بيتصل بجيتا وبيطلب منها تبعت له فيديوهات المباريات اللي خسرت فيها، ولما بيشوفهم بيكتب ملاحظات. وبيتصل بجيتا وبيقول لها على غلطاتها. وبعدها بتبتدي دورة الألعاب اللي اتعملت في الهند سنة 2010، وكانت المباراة الأولى بين جيتا وبنت من النمسا، وللأسف بتخسر جيتا في الجولة الأولى، وبيكون باباها بين المشجعين، ولما بيشوفها بتعيط بينادي عليها وبيقول لها مش هتخسري. وفي الجولة التانية بتحقق التعادل، فبيقول لها المدرب دفع في الجولة التالتة، لكن باباها بيقول لها هاجمي، ولما بتسمع كلامه بتكسب وبتتأهل لنصف النهائيات، وبتكون منافستها بطلة نيجيريا. فبيقول لها المدرب استعملي أسلوب الهجوم، لكن باباها بيقول لها استخدمي أسلوب الدفاع وما تخليهاش تاخد أي نقاط منك، ولما تحس إنها فقدت تركيزها هاجميها. وبتدافع جيتا زي ما باباها قال لها، لكنها بتخسر الجولة الأولى، فبتفضل تدافع في الجولة التانية، فبيتعادلوا هما الاتنين، وبطلة نيجيريا بتبتدي تتوتر. ولما جيتا بتهاجم بيتعادلوا هما الاتنين، فبيلعبوا جولة إضافية، وبتستخدم جيتا أسلوبها الدفاعي وبتهاجم في الوقت المناسب، فبتكسب المباراة وبتتأهل للنهائيات. وفي المؤتمر الصحفي اللي بيتعمل بعد المباراة بتقول إن الفضل كله يرجع لباباها، فبيضايق مدربها جدا. والمباراة النهائية بتكون بينها وبين الأسترالية اللي هزمتها قبل كده مرتين أنجيلينا واتسون. وقبل المباراة واحد من طرف المدرب بيحبس مهافير جوه أوضة، وبتبتدي بعدها المباراة. وفي الجولة الأولى بتتغلب جيتا على أنجيلينا 5-1، وفي الجولة الثانية بتغلبها جيتا 4-3، لكن في الجولة الثالثة أنجيلينا بتقدر إنها تكسب الجولة 6-4، وطول المباراة بيكون مهافير محبوس. وفي الجولة الأخيرة بتكون أنجيلينا كسبانة 5-1 ومش فاضل غير 22 ثانية على نهاية المباراة، فبتستخدم جيتا الحركة اللي باباها كان معلمها لها، فبتمسك أنجيلينا من رجليها وبتقلبها بشكل مقوس، فبتاخد 6 نقط، وبكده بتكون النتيجة 6-5 لصالح جيتا وبتكسب البطولة وبتاخد الميدالية الذهب. وبيعرف باباها إنها كسبت لما بيسمع النشيد الوطني بتاع الهند. وهنا واحد من العمال بيفتح باب الأوضة، فبيجري مهافير على الحلبة وبيسلم على بنته وبيقول لها إنه فخور بيها، فبتديله الميدالية الذهب. وفي اللحظة دي بيحقق مهافير حلم عمره بعد ما بنته بتجيب له الميدالية الذهب الدولية اللي كان بيحلم بيها طول عمره. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.